يا مساء الفل والجمال على أحلى أخوات في الدنيا، وحشتوني كتير، ربنا ما يحرمني منكم. النهاردة كان يومي العالمي للتسويق، نزلت وجبت كل اللي كان ناقص البيت من خضار وفراخ وطلبات الأسبوع، وعمرت التلاجة بكل اللي قلبكم يحبه. وطبعا زي ما انتوا عارفين يوم السوق ملوش وقت خالص للمطبخ ولا للطبيخ، فقررت كده أكافئ نفسي وأجيب غدوة سمك مشوي جاهزة تفتح النفس وأنا راجعة. تعالوا نشوف جبت ايه النهاردة، ونرتب الطلبات دي مع بعض ونشوف يومي مشي ازاي. زي ما انتم شايفين بسم الله. اول حاجة جبتها البيض. البيض ده جبت لون احمر ولون ابيض، انا بصراحة بحب اللون الاحمر، لكن عشان خاطر شم النسيم بقى والاجواء اللي هنعيشها الجاية ونفرح اولادنا كده بتلوين البيض، فجبت كمان طبق بيض ابيض جبته بلدي. طبق البيض البلدي ب140، الطبق البيض الاحمر ب120. بصراحة يعني أهم حاجة كده في شم النسيم البيض مفيش غنى عنه. وجبت كمان معاكم صدور مخلية الكيلو ب240، وجبت فلفل ألوان الكيلو ب60، وجبت جزر الكيلو ب20. جبت هنا 2 كيلو جزر عشان أنا جايبة بسلة. المفاجأة بقى اللي في الفيديو يا جماعة إن لسه في بسلة في السوق، متخيلين؟ وكانت خضرة وجميلة فيها بعض قرن كده دبلان أو ناشف شوية، بس هي والله العظيم كانت جميلة معايا لأني ملحقتش أخزن بسلة. جبت طبعًا التوم اللي هو متقشّر، الناس هتقول لي: "يا آية جبتِ توم متقشّر ليه وإحنا في عز تخزين التوم؟" هاقول لكم أنا بصراحة سِت بيت فاشلة، أعترف يعني في الحتّة ديًّا في التوم، لإن أنا ما باحتاجش التوم بطريقة يعني بطريقة كبيرة في موسمه، يعني ما باحتاجوش، ما باحتاجش توم كتير. أنا أغلب الأوقات باجيب السمك جاهز، حتى لو عملته في البيت باحتاج حاجات بسيطة، لإن القولون عامل عمايله. ربنا يعافينا يا رب. فباجيب يعني دايمًا باشتري الكيس ده نُص كيلو، باجيبه ب40 جنيه بيكفّيني الشهر، كل شهر باجيب كيس، يعني أنا متعوّدة على كده. كنت الأول باخزّنه بصراحة وكان بيفرّغ منّي وكنت بارميه، لكن بابا ربنا يبارك له وهو بيجيب ليهم كده في البيت، بيقوم عامل حسابي في شِرش أو شِرشين، فأنا بقى باتّكل على الشِرشين دُولي، ما بارضاش أزعّله لإن هو بيحب يكبر بخاطري وأنا ما باحبش أزعّله. باقول يالّا هو طالما هو عاوز يدّيني حاجة فما باحبش أزعّله، باخدها منّه كده. وباجيب بقى متقشّر برضه جاهز، باستعمله في أي حاجة زي الملوخية، زي أي حاجة. الكيس ده بيكفّيني الشهر بصراحة، مش الأسبوع لأ الشهر، لإني ما باستعملش توم كتير. ما علينا، نرجع لمرجوعنا. وجبت إيه، الليمون ب30 جنيه. قولوا لي بقى يا جماعة عندكم الأسعار ديًّا والّا أنا اتغلبت والّا إيه؟ قولوا لي برضه. جبت الفراولة ب20، الفراولة طبعًا في آخر موسمها بس كانت حمرا وجميلة. وجبت كمان الجبنة المثلثات دي، كانوا العلبتين عليهم علبة هدية، بس أنا بصراحة يعني نسيت سعرها كان كام، لإن كنت جايبة شوية طلبات كده من السوبر ماركت منهم الزيت ومنهم الشاي، فما نسيت يعني الطلبات كانت بكام. المهم أنا فاكرة بس الزيت لإني جبته من على الرف ساعتها وكان مكتوب تحته 75 جنيه اللتر. فحلو، يعني سعره حلو وحلو يعني عندنا في المحلات كمان بتلاقي أسعار 85، أسعار كده مهولة، لكن أنا جِبته من السوبر ماركت كان سعره 75، كان تقريبًا عليه عرض. ومن ضمن بقى المشتريات اللي اشتريتها كنت باجيب شوية حاجات كده من العطارة، فالراجل اللي هناك عرض عليَّ الطحينة، قال دي طحينة خام وباعملها وكلام من دوًّا، فقُلت أجرّب مش هاخس حاجة يعني مش هنخسر حاجة. نجرّب ونكبر بخواطر الناس ونساعدهم، يعني الناس عملت حاجة بتورّيها لنا، قُلت أشتري منه، قال لي الكيلو ب140، قُلت له ادّيني نُص كيلو أجرّبه، حلو بعد كده أجيب منّك، عشان برضه إن إحنا ما نجيبش كمية كبيرة وتطلع وِحشة. وجِبت زعتر وجِبت كزبرة وبقدونس وربطة شبت، لإن بنحب نحطها على السلطة. وكمان أنا جايبة سمك مشوي وأنا جاية، يعني جايبة الحاجة اللي أنا باحبها وباعشقها جدًا، فلازم كده حبّاية السلطة الجميلة. جِبت بقى الفينو للأولاد عشان المدارس، الفينو ده باجيبه طبعًا وباعينه في التلاجة، بنفضل نستهلك منه طول الأسبوع، بدل أمّا كل شوية أقول لهم نسيتوا الفينو، لأ ما نسيناش نروح نجيب الفينو، الحوارات اللي بتحصل في كل بيت مصر أصيل ده. وجِبت عيش أبيض، العيش ده جايبة حوالي 5 أكياس تقريبًا، عايزة أقول لكم يا جماعة يعني 10 رغيفة ب30 جنيه. حاجة كده صعبة، يعني حاجة بجد صعبة إن إحنا نجيب 10 رغيف بس مجرد الفطار ب30 جنيه. فأنا جبت كذا كيس برضه قُلت عشان يبقى الكيس الفطار الكيس معروف 10 رغيفة نطلّعه نفطر منه. باورّيكم حجم البيض، حجم البيض ما شاء الله كان كبير جدًا، حتى الراجل اللي أنا باجيب منه بيقول لي تفاح، يعني بيقول البيض حجم التفاح، ما شاء الله بجد.
دي الأسعار اللي كانت معايا النهارده في المشتريات بتاعتي. قولوا لي بقى في الكومنتات، المشتريات عندكم نفس الأسعار والّا أنا اتغلبت والّا إيه؟ الموز جبت ال2 كيلو ب50، الكيلو ب25، ده سعره كويس جدًا. فبصراحة الأسعار حسيتها نزلت شوية، أنا حسيت الأسعار نزلت شوية عن الأول. فقولوا لي برضه في الكومنتات، أنا كلامي صح والّا أنا اتغلبت؟ وما حدش يقول لي اتغلبت يا جماعة، عشان أنا مصورة لكم الفيديو ما لحقتش أقعد، يعني لو ملاحظين مصوراه بالعباية، ما لحقتش أقعد حتى آخد نفسي، قُلت كده إيه على السريع كده نصوره، دي البسلة، قولوا لي بقى رأيكم في الكومنتات، هل أنا كلامي صح والّا غلط؟ البسلة بجد لسه خضرا، أنا استغربت وأمّا لقيتها فرحت جدًا، لإن أنا ما لحقتش أخزّن، ما لحقتش أخزّن بصراحة، أنا خزّنت كام كيس كده وخلصوا في رمضان، يعني بدري، بدري. بدأت بقى أفرّطها معاكم. التفريط بصراحة بالنسبة لي بيبقى متعة كده، باحب أفرّط البسلة، لو حد زيي بيحب يفرّط البسلة أو يقطّف الملوخية يقول لي في الكومنتات برضه. أنا باحب أفرّط البسلة جدًا، لدرجة إن أنا باخزّن بسلة تكفّيني السنة كلّها، عما تطلع تاني يكون عندي، لكن السنة دي كسّلت، أنا باقول لكم إن السنة دي سِت فاشلة خالص، كسّلت بسلة وكسّلت عن التوم، كسّلت عن كل حاجة، قُلت كده إيه أدّيها الطرشة، أنتم عارفين لمّا تدّيها الطرشة؟ أنا بقى قُلت أدّيها الطرشة. فبصراحة كنت مش عارفة تحسّي إن في سهوة كده، في حاجة حصلت سهَتني إن أنا أعمل كل ده. فرَطت البسلة معاكم، باحب أفرّطها كده وبعد كده أنقّيها، أنقّيها كده ممكن يكون في قشرية نزلت غصبٍ عني وأنا بافرّط، يعني باحب كده إن أنا أنقّيها بصراحة. وبعدين أنا من النوع كمان اللي باسلُق البسلة، يعني بادّيها سلقة قبل ما أطبخها. في ناس بقى بتشوّحها كده، أنا كنت باشوّحها الأول، لكن لمّا اتجوّزت ورُحت البيت طبعًا عند جوزي لقيتهم بيسلقوها وحسّيت إن هي طعمها حلو برضه. فأنا ماشية على النظام ده بقى، كل واحد بقى بيمشي تبع نظام البيت اللي هو راحه. فبرضه قولوا لي برضه أنتم بتعملوها زيي والّا إيه؟ بدأت أقشّر الجزر وباحب كمية الجزر تبقى نُص البسلة، يعني باحبها تكون كتيرة، مش باحب إن أنا مثلًا أعمل حبّايتين 3 كده جزر لأ، باحب الجزر يبقى كتير، لإني باحس إن هو بيسكّرها وكمان الأولاد عندي بيحبّوا ياكلوا الجزر، فأنا باعمل تبع ما هُم بيحبّوا يعني. فعايزة أقول لكم بصراحة اليوم بتاع المشتريات ده بيبقى يوم على قد ما هو بيبقى صعب، بس بيبقى يوم كده كُلّه إيه، عارفين لمّا تكونوا بتعملوا حاجة بحُب، بتعملوا حاجة وأنتم فرحانين وأنتم مروّحين بيتكم مليانه خير كده ومعمّرين تلاجتكم كده، لإن التلاجة لمّا بافتحها ألاقيها فاضية باكون زعلانة بصراحة. باحب يكون في كل حاجة في التلاجة، خاصةً الجبنة اللي هي المثلثات أو مثلًا البيض الحاجات ديًّا، لإنها مطلوبة في سندوتشات المدرسة، فدايمًا كده باحب الحاجة دي تكون موجودة. وأولادي بيفرحوا بصراحة اليوم اللي باكون رايحة فيه أتسوّق، يعني بيكونوا كده مستنيينّي، منتظرينّي كده. يعني عايزة أقول لكم كمان إن أنا التسويقة دي بالنسبة لي بسيطة، يعني أنا باسوّق تسويقة الأسبوع، تسويقة جامدة، باشتري فاكهة كتير، حاجات كتير، لكن أنا بصراحة كنت تعبانة جدًا، فقُلت حاجة كده على السريع، من ضمنها الفراولة، لإن ما فيش غنى عندنا طول موسم الفراولة لازم نجيب فراولة، ولازم كمان نخزّنها، يعني ناكلها في موسمها ومش في موسمها. وعايزة أقول لكم دي الحاجة الوحيدة اللي أنا مخزّناها. بجد والله، يعني أنا شارية أهوًا فراولة فريش، لكن أنا عندي في الفريزر كمان فراولة، متخيلين؟ بس أنا الصراحة جبتها في أول موسمها، يعني جبتها في أول موسم كده، جبت اللي هي البرنيكة الصغيرة ديًّا وعينتها في الفريزر، نضفتها وكيستها كده وعينتها في الفريزر. على فكرة أنا كنت منزّلة الفيديو ده معاكم في تفريزات رمضان، هي والجوافة. لكن طول ما هي موجودة في السوق باجيب منها، ما باسحبش من اللي في التلاجة، لأ باجيب منها لحد ما تخلص من السوق، نبدأ بقى كده الحر يخش علينا، نعمل كده كوبايتين عصير كده نروّق على أعصابنا ونطَرّ على قلبنا في الحر، أنتم عارفين الحر بيبقى صعب. فأنا باحب الفاكهة تكون عندي في التلاجة، أنا باحب العصائر عمومًا، يعني أنا من عشاق أكل شرب العصائر، ما باحبش آكل الفاكهة بصراحة، يعني نادر كده لمّا آكل حباية فاكهة، لكن أنا باحب العصائر جدًا، يعني ده حاجة باحبها. بدأت كده أغسل الفراولة يا جماعة، وكمان لمّا باجي أغسلها باحط فيها حوالي معلقتين خل، باحب أحط كده في المَيّة معلقتين خل، يعني تنقية كده، تنقية للخضار أو الفواكه، بينقّي بصراحة وبيمنع السموم يعني اللي بتبقى فيها. متعودة كده الحركة ديًّا أو الحاجة دي متعوداها من ماما من قبل ما أتجوّز، كانت دايمًا كده أي حاجة تحط عليها خل، ما تعرفش الخل ده إيه بصراحة. يعني كده شُفتِ اللي هو صديقها الصدوق، هو صديقها الصدوق في المطبخ، الخل في أي حاجة تلاقيها بتحطه، تقول لي ده بيعقّم. فإحنا بقى يعني اتولدنا على كده وكبرنا على كده وبقينا بنعمل زيّهم، ولمّا باحس إن أنا ما عملتش الخطوة ديًّا باحس إن في حاجة ناقصة. لكن بصراحة بتفرق، ما بيبقاش في ريحة خَل خالص في الحاجة، لأ أنتِ بتغسلي مرّة و2 و3 في أول شطفة بتقومي حاطة إيه، شوية خَل كده يعني إيه، يعقّموا الدنيا. شايفين الفراولة مَيّتها تتشرب شوربة، غسلتها كويس، حتى ابني بيقول لي: "يا ماما إحنا مش عندنا فراولة في الفريزر، ما أنتِ هتعمليها عصير." قُلت له: "لأ ما ينفعش،
إحنا لازمًا ناكل ونشرب فراولة طول السنة، موجودة زي مش موجودة، يعني بيفضلوا يقولوا لي إيه: "يا ماما خلّيها في موسمها عشان نحس كده إن في ليها شُقَق." أقول لهم: "لأ، لازمًا تكون موجودة طول الصيف." فدي طَبع يعني أو غِيّة اتعوّدت عليها. قُلت كده أجهّز شفشق عصير كده أطَرّ على قلبي، أنا تعبت لفّيت كتير، فجِبت شفشق العصير، بقيت أعمل عصير فراولة كده، قُلت بقى بعد ما ناكل السمك الجميل نشرب كده كوباية عصير، مع الرغم إيه بعد السمك على طول لازمًا الشاي، بس أنا بصراحة كنت في الوقت ده محتاجة شفشق عصير كده أطَرّ بيه على قلبي. عملته كده وقطّعت موز كمان من اللي أنا جايباه، كان موز مستوي وكان جميل ما شاء الله، وسعره حكاية، سعره 25 ده إحنا ما شُفناهاش يعني ما بنسمعهاش، فبصراحة كان سعره حلو، كان سعره يستاهل إن إحنا نعمل الشفشق الجميل ده. عملت شفشق عصير كده وركنته كده على جنب بعد ما ناكل بقى كده نبدأ نفرّغ، لكن أنا بصراحة اللقطة جات معاكم بعدها، المنتشة بقى ما شاء الله، دماغي مبرجلة. المهم هنا بقى السمك، عملت شوية رز صيادية يستاهل بُقكم بجد، كان طعمه حكاية، والسلطة طبعًا اللي ما فيش غنى عنها، والزيتون الجميل اللي أنا طبعًا مخلّلاه، يعني حاجة كده من صنع إيدينا، حاجة نضيفة كده، ما شاء الله كانت أكلة جميلة، والسمك ده عايزة أقول لكم باجيبه من واحد مضمون جدًا، وبألف هنا وشفا. ده كان غدانا النهارده، يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، وطبعًا العصير باشربه أهو معاكم، أشوفكم على خير، مع السلامة.